السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي، اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. لو انت اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا، يعني تحلية حلوة جدا. لو انت كده عندك حبة كنافة في الفريزر متبقيين معاكي من اي حاجة انت عاملاها، هنخرجهم النهارده وهنعمل بيهم طريقه حلوه جدا للكنافه. ويلا بينا كده هنشوف هنعملها ازاي مع بعض، وهنشوف الطريقه هنعملها ازاي يعني مع بعض. تعالوا كده كانوا عندي بقى نص كيلو كنافه كده عندي حطاهم في الفريزر. بصوا الكنافه لما تحطيها في الفريزر هي هتتكسر كده منها في نفسها يعني. لو انت اول ما هتدوسي عليها هتتكسر. شايفين يعني؟ بصوا شايفين هي عامله ازاي؟ لازم الطريقه دي لازم تحطي الكنافه لو انت يعني مشترياها طازه، حطيها كده يوم كده في الفريزر عشان تديكي بقى النتيجه ديت. خلاص بصوا عامله ازاي. طبعا دي انا كانت عندي بصراحه، كانت عندي من زمان. فاول ما تدوسي عليها او تكسريها هتتكسر معاكي كده بالشكل ده. يعني انتوا لو ملاحظين في الكنافه فيها قطع كده، يعني كانوا متبقيين معايا، يعني كان فيهم سمنه، وكنت حطاهم في الفريزر. يعني شايفين لازم تكسري الكنافه بالطريقه دي. طبعا مسيحين كده حبة سمنة كده وهننزل يعني نص كوباية من السمنة. خلاص. وهننزل هنحطها كده على الكنافة، وهندعك الكنافة كلها بالشكل ده في السمنة. خلاص. طبعا انا عايزة احمر الكنافة، كمية الكنافة ديت. طبعا لو انت حابة يعني تحمريها على البوتاجاز، حطيها كده بس لازم ايدك فيها على طول. بس هتتعبي، يعني ايدك هتتعب كده من التقليب كل شوية، وهتاخد معاكي وقت طويل. لو انت بقى عايزاها تنجز معاكي وتتحمر معاكي بسرعه، حطيها في الفرن، فرن الكهرباء. شغلي لها لو انت ما عندكيش فرن الكهرباء، فرن البوتاجاز عادي، شغلي الشوايه وقلبيها كل شويه. لو عندك فرن الكهرباء برضو حطيها وشغلي من فوق ومن تحت، وقلبيها برضو كل شويه، هتاخد معاكي لون حلو وجميل. تعالوا نعمل الشربات مع بعض. طبعا شربات الكنافه لازم يبقى تقيل حبه. طبعا نزلت كده بكوبايتين من السكر. لو انت يعني لو انت الكميه كتيره عندك، انا الكميه يعني مش كتيره عندي، فعملت كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص من الميه. خلاص. وهنزل كده باكو كده من الفانيليا، وهديها بقى عصره ليمونه كده، ليمونه صغيره اهو بالشكل ده. خلاص. يبقى ده شربات الكنافه اللي احنا متعودين عليه كلنا يا ستات البيوت، بنعرف نعمل الشربات. اي شربات حاجه حلوه احنا بنعملها. خلاص. يبقى ندوب السكر كده ونرفعه على النار. اول ما يتقل معايا حبه هنطفي من عليه ونسيبه على البوتاجاز. مش هنحطه في التلاجة، يعني هنسيبه كده عشان انا عايزاه يبقى دافي، وعايزاه يبقى سخن عشان الكنافه تبقى طريه معايا. تعالوا شوفوا الجمال بقى. الكنافه بعد ما طلعتها كده من الفرن، طبعا كل شويه كده نقلبها عشان ما تتحرقش مننا. هتاخد معاكي اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللون بتاعها جميل جدا جدا. وبصوا ريحتها تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى بصوا الشربات سايباك كده على البوتاجاز، ما حطيتوش في التلاجة. هنزل كده بالشربات عليها وهو الشربات سخن والكنافه سخنه. لو انت عايزه الكنافه طريه كده وما تبقاش ناشفه بقى تقرمش كده في بقنا وكده، يعني تبقى طريه كده معانا في الوصفه اللي احنا نعملها. خلاص. قلبي بقى الكنافه كويس جدا جدا في الشربات بتاعها. خلاص اهو كده بالطريقه دي. يعني كميه الشربات يعني على قد الكنافه. لو انت حاسه ان الشربات هيبقى كتير قوي، ما تحطيهوش كله. طبعا انا عامله الشربات على قد الكنافه، كميه الكنافه اللي انا عاملاها. نزلت بيه كله كده زي ما انتم شايفين، وقلبتها كويس جدا. طبعا الكنافه سخنه والشربات سخن والصينيه سخنه، فلازم قبل ما نحط عليها اي حاجه من الكريمه او اي حاجه هنحطها حبه كده 10 دقايق في التلاجة او في الفريزر تستهدى شويه. وبعد كده بقى هنشكلها مع بعض. خلاص. هحطها كده في الفريزر معايا 10 دقايق ونرجع تاني هنشوف هنشكلها ازاي مع بعض. تعالوا بصوا شايفين الجمال. والله بصوا الريحه تحفه. لما حطيت الشربات على الكنافه كانت جميله جدا، وهي اصلا تتاكل كده من غير اي حاجه. هنقلبها طبعا عشان يعني لما كانت في الفريزر هنقلبها كويس كده. ودي طبعا معايا الكريمه طبعا كلنا ستات البيوت بنعرف نعمل الكريمه، كريم شانتيه. بنجيبه من عند العطار، سواء حلو او انت تحطي لي يعني من غير سكر او بسكر. لو هتجيبيه بسكر هتحطي عليه ميه متلجه، وهنضربه كده بالمضرب هيدينا القوام اللي احنا عايزينه. لو انت جايباه من غير سكر طبعا هتحطي له حبه سكر بودره وميه برده متلجه، وهنضربه هيديكي القوام اللي
انت عايزاه، اي كميه بقى من الكريمه اللي انت ايه عايزه تعمليها يعني. تعالوا جبنا بقى صينيه، اي صينيه عندك، اي اطباق براحتك انت خالص. نزلت كده بايه بكميه من الكنافه زي ما انتم شايفين، وهنضغط عليها اهو كده. سوي بقى ايه لغايه ايه ما تسوي بقى الصينيه عشان يبقى شكلها حلو ومتساوي معاكي. تعالوا بقى هننزل بقى ايه بحبه من الكريمه. طبعا بصوا الكريمه دي انواع، هتروحي عند العطار فيه هيقول لك في نوعين من الكريمه. في نوع غالي جدا، يعني ممكن كيلو الكريمه معدي ال 250 جنيه، والنوع التاني ب190 جنيه، يعني فرق كبير جدا في انواع الكريمه. طبعا الكنافه ديت يعني ما تجيبيش النوعيه الغاليه، طالما ايه يعني ايه كنافه وكريمه، فهات النوعيه ايه اللي مش غاليه قوي، فايه هتوفر معاكي كتير وفي نفس الوقت هتبقى حلو كمان. خلاص اهو كده. طبعا ايه حطينا طبقه الكريمه، ونحط ايه طبقه كنافه تاني زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنوزعها كده على الكريمه، وهنجيب بقى ايه كريمه تاني هنحطها كده ايه على وشها زي ما انتم شايفين. خلاص اهو كده. وهنسوي بقى ايه الكريمه كده على الكنافه. بس بصراحه كان طعمها حلو جدا وكانت جميله جدا جدا. فلو انت بقى هتعملي تورته، فايه انصحك تجيبي نوعيه الكريمه الغاليه، ما تجيبيش نوعيه الكريمه ايه الرخيصه. لو انت هتعملي تورته يعني هاتي نوعيه الكريمه الغاليه. خلاص اهو كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بعد ما ايه حطينا كده الكريمه وسويناها، تعالوا بقى معايا ايه اي صوص عندك، صوص فراوله، صوص كراميل، حابه تحطي بقى فاكهه، تحطي مانجا، فراوله، اي حاجه عندك حطيها عليها. خلاص انا ايه كان عندي كده حبه من الصوص الكراميل كده، فقلت بقى ايه نزينها كده بيه يعني. خلاص اهو كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى ايه هاتي بسكينه صغيره كده او سن سكينه رفيع كده، وهنعمل بقى ايه التشكيل اللي انتم شايفينه دوت. خلاص اهو كده شايفين اي حاجه عندك اعملي بيها، يعني ايه ما تحتريش. خلاص حابه تحطي مانجا، حابه تحطي فراوله، زيني زي ما انت حابه. انا حبيت كده ايه احط صوص كراميل زي ما انتم شايفين. بصوا كانت جميله جدا، وطبقات الكنافه والكريمه كانت تحفه. تعالوا بقى ايه نشوفها من على قريب كده. شايفين صوص الكراميل كان حلو جدا. بصوا الكنافه كان حلو جدا. طبعا دي يعني الكنافه مستويه وكل حاجه، يعني ايه هتقدميها على طول كده وتبقى جميله يعني. اهو كده. وداعا بقى هنشتريها تاني من بره غاليه، يعني هتروحي تجيبي الطبق معدي 70 جنيه. فايه احنا يعني دي مكلفتناش حاجه، يعني مكلفتناش كتير قوي. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين، وما تنسيش اللايك من ايدك الجميله فضلا منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.